السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرنا ان احنا نبدأ سلسلة جديدة وهي سلسلة مطلوبة، وناس كتيرة جدا بتدخل تسألني على موضوع شهادات التقدير. فقررت النهاردة ان انا اعمل لكم الكورس دوت. طبعا كان اللي انا هعمله مدفوع، الكورس ده كان مدفوع، ولكن فكرت في الموضوع وقررت ان انا انزله على اليوتيوب. ان شاء الله الكورس دوت هيبقى يعني مجموعة محاضرات كتيرة. يعني مش كتير قوي، يعني ممكن نتكلم في سكة 6 محاضرات. دوت أول محاضرة. المحاضرة ديت هتكون محاضرة قصيرة جدا إن شاء الله، مش هطول عليكم فيها. هي محاضرة نظري بس لازم تعرف المحاضرة دي كويس جدا وتسمعها كويس جدا. هي مش هتبقى طويلة، يعني إن شاء الله مش هتزيد عن 5 دقايق 6 دقايق. آه، المحاضرة دي مهمة جدا علشان تعرف هنعمل ايه في الكورس. ولازم تعرف التسعيرة بتاعت شهادات التقدير، ولازم تعرف أنواع شهادات التقدير. فيلا نبدأ على بركة الله. مبدئيا كده، هو شهادات التقدير هما 3 أنواع، فلازم تعرفهم كويس جدا. أول حاجة عندك الشهادة التقدير اللي هي ال A4 اللي متعارف عنها، اللي هي بتبقى شهادة مستطيلة ويبقى فيها التفاصيل كده اهو. والشهادة دي ممكن تكون بالعرض أو بالطول. يعني ممكن تعملها أنت بالمنظر دوت، أو ممكن تعملها بالمنظر اللي هو الطولي دوت، يعني تخليه التفاصيل بالطول. تمام تمام، جميل أوي. او ممكن نعمل، او النوع التاني قصدي من الشهادات هو شهادة تكسير او المجسمة. هتسمع الاسم ده او الاسم ده، لو حد قال لك تكسير هي المجسمة، لو حد قال لك مجسمة هي التكسير. فايه شهادة التكسير ديت، او ايه الشهادة المجسمة ديت؟ شهادة التكسير دي هي نوع شهادة بيبقى مثلا وليكن شكل مثلا بيضاوي، مكتوب مثلا شهادة تقدير بالجزء اللي فوق كده اهو بالمنظر ده. فتحس ان منظر الشهادة ككتلة كده واحدة. كتلة الشهادة مش زي الشهادة اللي هي المستطيلة دي. او مثلا في ناس تعمل لك شكل الشهادة، مثلا بتكون مثلا عاملة كده اهو، وعاملة كده اهو وكده اهو مثلا، والشخص طالع من الجزء ده، وتكون دي شكل الشهادة. طب ايه شهادة تقدير المجسمة تاني؟ هي شهادة تقدير عبارة عن ان هي مش اخدة الشكل المستطيل. بس هو ده تعريفها، ان هي مش اخدة الشكل المستطيل المتعارف عليه اللي هو النوع الاول. هي بتبقى عبارة عن شكل مجسم او شكل تاني مختلف عن المستطيل. ممكن يكون شكل منتظم او شكل غير منتظم. ايه هو الشكل المنتظم؟ ممكن يكون الشهادة على شكل دايرة، الشهادة على شكل بيضاوي. الغير منتظم اللي هو وليكن مثلا أنا عايز أعمل شهادة تقدير في شكل مثلا إيه، سداسي كده أهو بالمنظر ده، ومثلا أحط مثلا الشخص طالع كده أهو. فهي دي شهادة تقدير المجسمة أو التكسير. بتتقال الاسم ده أو الاسم ده. نيجي لتالت نوع، وهو النوع التالت، وهو الكلوز اوبن. الشهادة الكلوز اوبن، ايه الشهادة الكلوز اوبن دي؟ دي عبارة عن شهادة A4. تمام بالمنظر ده، شهادة A4. معلش. تمام. عبارة عن زي شهادة A4 أو A3. هي في الغالب بتكون شهادة ال AA، شهادة A3. يعني مقاس ال A3 بيبقى بالطول. تمام. والشهادة دي بتتقسم من نص. الجزء اللي فوق دوت بيتعمل فيه تصميم، والجزء اللي تحت ده بيتعمل فيه تصميم. والشهادة دي بتتقفل على بعضها زي الكتاب علشان تبقى بالمنظر ده اللي هو تبقى حاجة واحدة. ولو فتحتها هتبقى بالمنظر ده. فالكلوز اوبن ديت هي شهادة بتتفتح وتتقفل. تمام. ده نوع شهادة بيبقى المقاس بتاعها تقريبا A3، يبقى الأولى A4 وممكن تبقى A3 لو حد طلب إن الشهادة تبقى كبيرة، ودي تبقى مقاسها A4 أو A3 على حسب ما طلب. تمام. نيجي بقى لأسعار شهادات التقدير. ال A4 سعرها ما يقلش عن 200 جنيه. الشهادة التكسير أو المجسمة سعرها ما يقلش عن 300 جنيه، لأن هي بنستخدم فيها البن تول. الشهادة الكلوز اوبن سعرها 250 جنيه، وعبارة عن انك بتعمل تصميم وبتقلده في بقية الصفحات. نقطة مهمة جدا نسينا نقولها على الكلوز اوبن، ان دي عبارة عن
الشهادة الاي 3 بتصمم في الوش، يعني اهو الوش الشهادة، وش الصفحة الاي 3، وفي ظهر الشهادة الاي 3. لكن الاي 4 لا، انت بتصمم في الوش بس. تمام. نقطة من ضمن الكورس، لازم نكون جايبين مخطوطات مهمة جدا. المخطوطات ديت بإذن الله هنسيبها في لينكات كل الفيديوهات بتاعت كورس شهادة التقدير. دي كورس المخطوطات دي كانت معمولة من حد، يعني باشمهندس اسمه فخري. فطبعا انا خدتها وقلت ان انا احطها لكم في الكورس. ان شاء الله باذن الله هتلاقي كل المخطوطات دي في لينك في موجود اسفل الفيديو. وبس المخطوطات دي هتكون معاك، وهنستخدمها في كل الفيديوهات. طبعا ما تنساش الاشتراك واللايك وتابع بقية الكورس، وان شاء الله هتستفادوا احسن استفادة. والسلام عليكم ورحمة الله.